بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، هو أنا لازم ربنا يرفع فوقي الجبل عشان أسمع الكلام؟ يعني ما ينفعش أحترم نفسي من الأول؟ فكرة النعم، احنا جايين من أول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. من أول النعم ديت لغاية ما وصلنا النهاردة عمالين نعد في النعم اللي احنا بنطبقها على نفسنا ومش راضيين نأدي شكرها لرب العزة. بالتالي ايه اللي بيحصل رفع للجبل في صورة بقى مرض، في صورة اي مشكلة، نسأل الله السلامة. هو من الاول لازم تبقى عارف ان الدين مش رفاهية، الدين مسؤولية تقيلة. الآية دي بتعالج الموضوع ده. آية 63: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. كانت الآية بتخاطب قوم سيدنا موسى عليه السلام، فلازم ننزل الآية علينا من أول وإذ أخذنا ميثاقكم. احنا جايين من سلسلة من النعم، النعمة ديت لازم يؤدى الشكر بتاعها. الموضوع مش النعمة لازم تيجي بعديها مسؤولية. لازم بفكر نفسي ان احنا مش بس رب العزة اكرمنا، احنا كمان اتاخد علينا ميثاق. خلي بالك فكرة ان انت يبقى ليك ميثاق دوت احنا شرحناه بالتفصيل قبل كده. ملخصه من ايام ما احنا كنا في علم الغيب في عالم الذر، واحنا اتاخد علينا الميثاق ان ربنا هو رب العزة، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. احنا ما شفناش ده، بس شفنا اخذ الميثاق بعديه بان جالنا مصحف وجات لنا سنه، شفنا الكلام ده. فاحنا بنستدل بالمحسوس على الغيبي، والاصل عندنا كل من عند ربنا امنا به، الاصل عندنا هو التسليم. طيب، فكره ان يبقى عندي كتالوج او عندي دستور الهي امشي عليه، ده نعمه ما بعدها نعمه، نعمه ما بعدها نعمه. ان يبقى انا عارف النور مصدره ازاي، يبقى موجود ازاي. ربنا بيقول لهم فاكرين لما وعدتونا اخذنا عليكم العهد، لما وافقتوا تمشوا على كلام ربنا، ده مش كان اتفاق وخلاص، ده عهد قدام ربنا. كلنا اخذنا الميثاق في عالم الذر، شهاده اشهد ان لا اله الا الله. وانا فعلا بقول اشهد ان لا اله الا الله بقلبي؟ انا فعلا هو لا اله الا هو في قلبي، ولا انا مدخل كميه شركاء ووسايط ومحسوبيات ملهاش اول ولا اخر؟ انت فاكر اول مره قلت فيها اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فقلتها بلسانك ولا بقلبك ولا بالاثنين؟ ربنا اخذ علي العهد امشي على الطريق، اخونش الامانه، ما بعدش واقول انا كنت مشغول. مش ده الاصل؟ كل مره، وحتى لو الواحد انشغل يرجع بسرعه. كل مره نسمع فيها حياه او حديث اسال نفسي وانا ماشي على الميثاق ولا نسيه. آية بتقول لك أقيموا الصلاة، وأنا فعلا بقيم ولا بأديها؟ هو أنا بزكي ولا ما بزكي؟ بطلع نفقات ولا لا؟ بعامل الناس كويس ولا لا؟ يا رب ثبتني على العهد اللي بيني وما بينك، وما تخلينيش أنسى العهد ده جميعا. الميثاق يعني أنت مش حر، في عهد ما بينك وما بين ربك، محتاجين كلنا نشتغل عليه. أكتر حاجة بتريح الواحد يا جماعة إنه يبقى ماشي على العهد. فكرة إنك تبقى ماشي في الحلال، يعني الأئمة يجي يقول لك إن الجوارح بتبقى متسقة تماما وهي ماشية في على الصراط المستقيم. تحت عرش الرحمن هو طريق واحد بس. فأنت لما تيجي تبص لمراتك تبقى في قمة الاطمئنان والسعادة، مفيش حد ليه عندك حاجة، بالعكس ده اللي يبص لك انت تفرتكه. العكس بقى لما تيجي تبص لمحارم الله تبقى عامل زي الواحد، يبقى عامل زي الحرامي، مفيش اي جرحة فيه منضبطة. دي بتبص كده ودي بتختلس كده وديت مش عارف يعني بيبقى. فاحنا طول ما احنا ماشيين على العهد هو اكتر حالة لاستقرار النفس. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ليه؟ لأن أنت ماشي
في الهدي في النور، ما انتش بتعمل حاجة غلط. طيب ورفعنا فوقكم الطور، في جملتين هنا انا كاتبها لحضراتكم، قايل ايه؟ الطور اللي كان رحمة امبارح بتبديل النعمة بقى عقاب. يعني ايه الكلام دوت؟ خلي بالكم احنا كنا لسه امبارح على الطور بناخد الميثاق ونزل لنا الواح وتعليمات من رب العز، وكان اشبه بالاحتفال. دلوقتي تحول ان هو بدل ما احنا اللي كنا عليه بقى هو اللي علينا، وده حال كل واحد فينا بيبدل في النعم. كل واحد فينا ما بيأديش شكر النعمة في ثانية هي بتتحول إلى رحمة. كانت لسه امبارح العربية أنا فرحان بيها، لما ما أديتش شكرها نسأل الله السلامة تحصل مشكلة تقول يا ريتني مش ما جبتش العربية، يا ريتني كنت فقير أصلا. فهو شكر النعمة يا جماعة. تلاقي واحد ربنا من عليه بحفظ للمصحف، بعلم في المصحف، ما يأديش شكر النعمة دي رب العزة، يروح في غياهب الظلمات، نسأل الله السلام. يعني أنا أقصد كل نعمة لازم يؤدي الشكر بتاعها. عشان كده هو تحافظوا على تأدية شكر اليوم في أذكار الصباح والمساء على الأقل، وبعد كده مارسوا شكر النعمة بالزكاة بتاعتها. يعني العلم لازم تطلعه، الفلوس لازم تطلعها، الصحة لازم تطلعها، وهكذا. طيب تجسيد للرحمة وما يغيرش حقيقة الاختيار. يعني ايه الكلمتين دول؟ تجسيد الأئمة بيقولوا تجسيد للرحمة يعني ايه؟ يعني أنا دلوقتي رب العزة رفع فوقية الطور بالنسبة لنا، بمثلا ان انا تعبت انفلونزا مثلا. ويا جماعة الانفلونزا ديت مش جاية كده، الموضوع ما بيبقاش كده. ان الكاوتش نام ما بيبقاش كده، ان حصلت مشكله اكبر اصغر ما بتبقاش كده. ده بيبقى رفع طور غالبا في حاجات تانية وسنن كتيره تانية، بس احنا يعني انا بقول على نفسي ان انا اقل بكتير قوي من الابتلاء. نسال الله السلام، نسال الله السلام، وانه يرزقنا اليقين اللي يثبتنا بيه على مصائب، او يهون علينا مصائب الدنيا بيه. بس في الاصل احنا لسه بنتغسل من الذنوب، احنا لسه في اول الطريق، لسه بنتغسل من ذنوب الماضي. فانت في مشاكل بتحصل باثر الذنوب ديت. طيب ال 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 آه بتبقى شكل من اشكال رفع الطور بالنسبه لي انا، بالنسبه لحضرتك انت، بالنسبه لفلان الفلان، عشان ارجع لرب العزة اقول له يا رب ارحمني وشيلها واعملني وافتكر ذنوبي واستغفر وهكذا. فهي زي بالظبط ابني تيجي تقول له خد الدواء ما ياخدش دواء، تعمل انت ايه ساعتها؟ ومع ذلك ثم توليت. يعني خلي بالك برضه لسه الاختيار موجود، هو مش جبر هنا، مش جبر ايمان. هنعمل ولا مش هنعمل، ودي في حاجات كتيره قوي عندنا في السنه. فالخلاصه ان كل واحد فينا في حياته بيتعرض لفكره رفع الطور، فاحنا محتاجين نتدبر في نفسنا رفع الطور عشان نفهم ان ربنا عايزنا نرجع له. هي قمه تجسيد للرحمه. ربنا رفع الجبل فوق دماغهم حرفيا ودماغنا حرفيا كنوع من الانذار الشديد، يا اما تلتزموا يا اما الضغط ده معناه ان في تقاعس. نقطه تانية ان كون ان انا حصل لي مشكله تحت بند رفع الطور، ده معناها ان انا مش واخد الكتاب بقوه، معنى كده ان انا رخو. الموضوع مش كده، فانا لازم اراجع نفسي وحساباتي، لازم اشد حيلي شويه. الميثاق ما كانش بس بكلام، ده ربنا رفع الجبل عشان يحسسنا بالمسؤوليه والخطوره. اوقات الناس لو تلاحظوا احنا طول الوقت بننزل الايه علينا، الانفصال الشخصيه ما بين الايه اللي رب العزه بعتها لي ومن عليا بالبعث، ومن عليا بان انا اقراها، ومن عليا بان انا افهم، ومن عليا ان انا احفظها، ومن عليا ان انا احاول اعملها وافصل نفسي عنها واقول دي بتاعت بني اسرائيل. يا جماعه ده بيتشرح لنا عشان نعمل زيهم في الحلم وما نعملش زيهم في الوحي، بس كده. لو بتحس ان في ضغوط كتيره حواليك، يمكن ديت رساله من ربنا عشان ارجع للطريق الصح. ساعات ربنا بيرفع الجبل فوق دماغ الواحد عشان يفوق مرض ازمه فقط، مش اسوأ، ده انقاذ. لو حاسس انك مخنوق يمكن ده يكون جبل عشان
نرجع. يا رب ما ترفعش فوقي جبل، احنا مش حمل الكلام دوت والله، احنا اضعف من الضعف، خليني افوق من غير ابتلاء. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، ونسأل الله ان يرزقنا من اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. نسأل الله السلامة اللهم آمين. اللي ما بيفهمش بالكلمة هيفهم بالجبل. اللي ياخد الدين بسلاسة زيادة ربنا ساعات بيهز هزة فوق. في ناس مش بترجع لربنا غير لما بتحصل كارثة، وانت لو اخدت بالك هتتتبع في حياتك هتلاقي كل محطات الرجوع من اقصى الشمال الى بداية الطريق كانت كلها فيها ضربات، يعني لازم كان بيبقى فيه ضرب، فدي بتبقى منا من عند ربنا. نسأل الله السلامة. خذوا ما آتيناكم بقوة. ليه؟ أصل الخير ليه؟ يعني يا جماعة فكرة التكليف إن أنا أبص لها إنها مشقة، ممكن في الأول أعصر على نفسك ليمونة وخدها بقوة. ليه؟ لأن كل الخير فيه. يعني إحنا مثلا لما نيجي نبص مثلا على أذكار صباح ومساء حقيقي في الأول متعبة. تيجي تبص على المحافظة على الأذكار ورا كل صلاة هي حقيقي متعبة. بعد اليوم أنت بتكتشف إن حياتك أصلا ما بتقومش إلا بيه حرفيا. أنت أضعف من إن أنت تضاد كمية العكوسات اللي موجودة في اليوم. وده إحنا ممكن أصلناه قبل كده في فيديو لوحده، إن مشاكل اليوم متقسمة لثلاث تتلات، واحدة من ضمنهم مط ودهاء شياطين الإنس والجن اللي هي ما بتقومش الا بالاذكار. فانت الشك بصرف النظر ان انا فاهم او مش فاهم الكلام ده، تنفيذ الاوامر بتسليم مطلق لرب العزه كفيل ان هو ينقلني سنين ضوئيه لقدام وانا مش عارف. انا قاعد مفخد في بيتي او جوه المسجد بشويه عبادات، ربنا تولاني، هو رب العزه تولاني. فانت خذوا ما اتيناكم بقوه، مش عشان اتعب، لا، خذوا ما اتيناكم بقوه فقوم صلي لقيام الليل، مش عشان اتعب يا حبيبي، لا، عشان اوامرك هتجاب بكره. هتقعد تحرق حرق السنين عشان تنفذ اللي بتحلم بيه ومش هتوصل لحاجه. وبركعتين في في قيام الليل كل حاجه بتتنفذ. انك تخش الصلاه وانت خاشع متعبه، بس انت مش بتخشع عشان رب العزة سبحانه وتعالى هيزيد وعدم الخشوع هيقلله، مش الكلام ده. انت بتخشع بس لنفسك، وجهدتي في العبادات محض للنفس، فاخذان بقوة ده لي انا. يعني هو من الذكاء ان انا اخده بقوة مادية. احنا بنحاول نخلي من ضعف الواحد بيحاول يخلي الموضوع مادي عشان نستغله في حياتنا. ما تاخدش الكلام بالسهل، لا، امسك الدين بايدك واسنانك بجديه وحزم، مش عشان موضوع يعني الاصل الجنه والنار اخره، ان احنا ننجو ونخش اعلى المراتب في الجنه، ده الاصل. طب وفي حياتنا دلوقتي احنا هنخش جنه الدنيا قبل ما نخش جنه الاخره باذن الله. الدين مش بزينه، ده التمسك فيه بقوه. ربنا بيقول لي الدين اشرف، هي دي المسؤوليه دي لازم تشيلها زي الجدعان، ما ينفرد راجل. اللي بياخد الدين بقوه ربنا بيقوي، واللي بياخده بضعف العكس بالعكس. واول مشكله الواحد بيتكعبل ويقع. لازم يبقى فيه قوه في الاخذ. طالما الجبل فوق والعهد موجود يبقى لازم الجديه والحزم في الطاعه. هو انا ماشي على الدين باصرار ولا بمزاج؟ بخاف من ربنا ولا بخاف من الناس؟ بسيب اللي بيزعل ربنا ولا بسيب اللي بيزعل الناس؟ الدين محتاج مني رجولة، مش بالعافية بس عزيمة. محتاج الواحد ياخده على محمل الجد، مش وقت الفراغ. فكرة ان انا احط الورد بتاعي لما افضى، مش هتفضى. انك تظبط يومك على اورادك، مش بنظبط اورادنا على اليوم بتاعك. يا رب اديني القوة اللي نتمسك بيها بكلامك حتى لو الناس بعيدة،
وخد بإيدنا على الطريق لحد ما نوصل. طيب واذكروا ما فيه. بصوا يا جماعة، احنا أخدنا بقوة. أول لما ناخده بقوة لازم نذكر اللي فيه، نذكر اللي فيه في نفسنا وللي قدامنا. يعني أنا أذكر اللي فيه عشان أفكر نفسي بتتابع الورد طول الوقت. النقطة التانية إن اللي أنا أعرفه أبلغه للي حواليا، ده الأصل في الموضوع. ليه؟ لأن اتباع التعليمات من أول الآية وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، أدي التانية خذوا ما آتيناكم بقوة، التالتة واذكروا ما فيه، 4 لعلكم تتقون. فاحنا كل الإجراءات اللي فاتت ديت عشان نوصل لمرحلة التقوى. يعني ما تنسوش الوصايا، التعليمات، الشرع، الحدود. وعيكم هو أول خطوة للتقوى. مجرد الحفظ مش كفاية، لازم نفتكر ونتذكر ونعيش المعنى. ما ننساش اللي اتقال لنا، مش بس بالحفظ نعيشه. كتير مننا بيحفظ آيات وأحاديث بس وقت المواقف بينساها. ليه؟ هي مش متركزة في دماغه. أو أنا كنت داخل على الآية عشان أظبط المتشابه، واللي ظبط المتشابه ظبطه. أنت بتاخد من الآية، قلنا اللي أنت عايزه. عايز خير خده، عايز وحش هتاخده. طيب عايز خير، شكل الخير إيه؟ حفظ ولا فهم ولا عمل؟ اللي داخل عشان يعمل حاجة معينة ياخد، واللي داخل عشان يعمل كله بياخدهم برضه، بس طبعا بيحتاج شغل بعد الظهر. لو ما فضلتش فاكر الآيات بتاعت ربنا هتنسى وهتضيع وسط الزحمة. هتفتكر الموبايل وتنسى المصحف. خلي الورد اليوم إن شاء الله لو كان آية بس افتكرها وقول أنا فين من الآية دي. يا رب ما تخلينيش من الغافلين. خلي دايما كلامك منور قلبي قبل عيني ولساني. قولوا أمين. العقل اللي ما بيذكرش بينسى. احنا يا جماعة مبنيين على النسيان. فكرة الورد ان انت طول الوقت بتفتكر الوضع. كأن واحد بيراجع المنهج قبل الامتحان. ولعلكم تتقون، ده ختام الآية. كل اللي فات الهدف منه الاتقاء. يعني لو مشيتوا على الكلام ده وافتكرتوه ومسكتوا فيه كويس هتبقوا من الناس اللي خايفين من ربنا بجد، مش بالكلام. اللي فات كله هدفه ان انا اوصل لمرحلة التقوى. كل ده عشان نوصل لهدف واحد، نتقي. مش بس صلاة وصوم. السلف كان بيقول ان الصحابة سبقونا مش بكثرة الصلاة ولا الصيام، بكثرة بجودة ما وقر في القلب من التقى لرب العزة. الحركة منهم بتسوى كتير في ميزان الحسنات. ليه؟ أخلص قلبه تماما لله، صرف الدنيا تماما من قلبه. مش الواحد اللي الدنيا معششة فيه في قلبه. لا، تخاف ربنا في السر قدام الناس، مش بس قدام نفسك، مش قدام الناس. يعني فكرة ان انا بقول المحاضرة دلوقتي دي حاجة، وبعد ما اخلص المحاضرة بعد ما يتقفل عليا ببدأ حاجة تانية. هي دي التقوى. عشان كده انت بتقيس تقواك بالكلام دوت. انت بتشوف بعد ما بيتقفل باب أوضة النوم عليك بتعمل ايه، بتشتغل ازاي، بتفكر ازاي، لما الدنيا تليل بتعمل ايه. الصلاة في المسجد مهمة، بس مقياسك انت بتعمل ايه في الليل لما محدش شايفك. التقوى يعني لما تبقى لوحدك وتيجي غلطة سهلة بتقول استغفر الله، ده ربنا شايف. واحد بيفتكر ساعتها. لا، او مفيش مشكلة ان الواحد يغلط، بس بعد الغلطة بتعمل ايه، بتصر ولا لا. التقوى مش كلمة، ده مقام عالي وما بتوصلش إلا بخطوات معينة. في الآية ديت شكل من أشكال الخطوات اللي يوصلنا للمعنى بتاعها. طيب كلام الأئمة لعلكم تتقون. التقوى حالة إيمانية تصل الإنسان بربه، تكون لديه شعورا ذاتيا يجعله متطلعا في كل حال إلى مرضاة الله، حذرا من مساخطته. إن رب العزة يسخط عن الواحد. خذوا ما أتيناكم بقوة، ودي وصية ربانية اتكررت في القرآن عشان تبين شرع الله لا يستهان به. لا تتساهل في فرض، لا تستهين بواجب، لا تعارض أحكامه بشبهة، لا تضاعفها بشهوة،
لا تقدم عليها نفايات العقول اللي هي عقلنة الغيب وغثاء أهل الضلال. واسأل الله صحة الإيمان، اللهم آمين اللهم آمين، وقوة التسليم. إياك أن تأخذ دينك بفطور ورخاوة، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، اللهم اجعلنا من المؤمنين الأقوياء. قال مجاهد في خذوا آتيناكم بقوة رضي الله عنه، أي بعمل ما فيه. اخرج اليوم إلى أعمالك الدينية والدنيوية مبكرا، وتكون أكتر جدية وأعلى همة، وشوف الفرق في النتائج. سبحان الله وبحمده، نستغفرك ونتوب إليك، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.